أهلا وسهلا بكم متتبعينا الكرام في ثاني حلقات الكان مع المنتخب الوطني المغربي. والآن غادي نتكلموا على التاريخ ديال الهدافين اللي سجلوا في تاريخ المنتخب الوطني المغربي، ونبداو بأول أسد هو أحمد فرس، 36 هدف لعب مع المنتخب الوطني المغربي من 66 إلى 69، خاد معاه 64 مباراة. اللاعب الثاني صلاح الدين بصير، 27 هدف، بدا المسيره ديالو مع المنتخب الوطني المغربي 1995 94 وسال في 2002، لعب 59 مباراه. اللاعب حكيم زياش سجل 21 اصابه في 55 مباراه، بدا مسيرته في 2015 ومازال مع المنتخب الوطني المغربي الى يومنا هذا. كماتشو 19 الهدف، 48 مقابله، بدا في 95 وسال في 2002. عسيله سجل 18 المباراه 18 الهدف، 39 مباراه، بدا في 71 وسال في 79. مروان الشماخ بنفس الاهداف، لعب 65 مباراه، بدا في 2003 سال في 2014. اللاعب الغريسي سجل 17 الهدف، 35 مباراة، بدا سنة 1984 سال في 1995. يوسف النصيري بنفس الأهداف، لعب 65 مباراة، بدا في 2016 ومازال كيلعب مع المنتخب الوطني المغربي. يوسف العربي 16 الإصابة، بدا المشوار ديالو في 2010، لعب 46 مباراة مع المنتخب. يوسف الحجي سجل نفس عدد الإصابات، لعب 64 مقابلة، بدا المسيرة ديالو الرياضية مع المنتخب الوطني المغربي في 2003 وسال في 2012. هذا كل ما لدينا متتبعينا الكرام، نتمنى إن شاء الله تعقلوا على هذه المعطيات اللي عطيناها. وطبعا كيبقى أحمد فرس هو الأسد الذي يتربع على قائمة الهدافين. إلى هنا أودعكم على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله. إلى اللقاء.